أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: تسمم غذائي يرسل 19 تلميذا إلى المستشفى. لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، كشفت مصادر متطابقة بأن حوالي 19 تلميذا من أعمار مختلفة ينحدرون من بعض الدواوير التابعة لجامعة زومي بإقليم وزان تعرضوا يوم أمس الأربعاء لتسمم غذائي نقلوا على إثره إلى المستشفى. وحسب ما أوردته ذات المصادر، فمن المرجح أن هذا التسمم ناتج عن تناول التلاميذ لوجبات غذائية في محيط مؤسسة الموحدين الواقعة في نفوذ جامعة زومي بإقليم وزان. ووفقا للمصادر نفسها، فإن أغلب المتسممين هم تلميذات، حيث جرى نقلهن إلى المستشفى الإقليمي أبو قاسم الزهراوي من أجل تلقي العلاجات الضرورية. وبحسب المصادر سالفة الذكر، فإن عناصر الدرك الملكي حلت بعين المكان وأوقفت صاحب المحل المذكور، فيما قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية أنسا بأخذ عينات من مأكولات المطعم للتأكد من مدى تسببها في التسمم. واستنفرت الواقعة السلطات المحلية والأمنية التي عملت على فتح تحقيق في الموضوع لتحديد جميع المتورطين في عملية تقديم وجبات فاسدة للضحايا، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.